يبدأوا التكنولوجي عشان لما نكبر ايه يعرفوا يستخدموها، يعرفوا يستخدموا التكنولوجي بطريقة اسهل ويبقوا فاهمين التكنولوجي ده بيشتغل ازاي. خلينا نرحب النهارده بضيفنا مهاب. ازيك الحمد لله. مهاب؟ عرفني بنفسك بقى، عندك كام سنه؟ عندي 10 سنين، في سنة رابعة ابتدائي. مهاب، انت بقالك كام سنه بقى بتدرس تكنولوجي؟ 5-6 سنين. 5-6 سنين، يعني من عندك 4 سنين ابتديت تدرس تكنولوجي، ما شاء الله عليك. الفتره دي انت صغير وعندك 10 سنين، هل بتعرف تكتب لغات برمجه؟ يعني لسه متعلمتش اللي هو الطب. يعني ايه لسه بتكتب ايه بقى؟ بكتب مثلا بستخدم سكراتش، اسهل واحدة. وبرضه كنت بستخدم ابلكيشن بروجرامينج برضه اسمه بيكتو بلوكس. البايثون لسه بتعلم بايثون. وبتتعلم بايثون؟ طب ما حلو قوي ده، ما ده مش محتاجين ايه اكتر من كده. طب احكي لي يا مهاب، انت بقى دخلت مسابقات للروبوتكس وكده؟ دخلت كم مره مسابقه؟ اعتقد 5 مرات. 5 مرات مسابقات. كل مره بتعمل روبوت، بتبني روبوت وبتعمل له بروجرامينج وبتعمل مشروع. ايه اكتر حاجه بتحبهم في الثلاثه دول؟ اكتر واحد بحب اعمله اللي هو المشروع البروجرامينج ليه. فاكر اي حاجه من المشاريع اللي انت عملتها كانت بتتكلم في مواضيع مختلفه؟ ايه بقى؟ اتعلمت عن المين انرجي في اول مسابقة ليا. برضه اتعلمت في مسابقة تانية عن السبيس وكده. السبيس. وفي مسابقة اسمها سميرجد برضه اتعلمت عن اللي هو الليفلات بتاع السي، اللي هو مثلا من اللي هو الليفل اللي احنا بنقدر نشوفه لتحت خالص، اللي هو فيها الحيوانات بتاع المية اللي بتعرف. درست الحاجات اللي عايشه تحت في البحار والمحيطات يعني. طيب السنه دي انت داخل مسابقه. كلمني بقى، انت بتعمل ايه وتعلمت فيها ايه؟ المسابقة بتتكلم عن اسمها Unearthed. المسابقة برضه بتتكلم عن اللي هو الحاجات بتاع قديم الزمان، اللي هو الاركيولوجي. والاركيولوجيست ازاي بيلاقوها. وانا بعمل المسابقة المرة دي البروجكت اللي انا بصنع عنه باسمه The Tower of Babel. طب مهاب، عارف ايه اكتر بلد فيها اثار وحضاره وحاجات كده؟ مصر والعراق. حلو قوي. انت عارف ان العلوم اللي في العالم كلها بتتكلم على الاثار والاركيولوجي والحاجات اللي انت بتدرسها دلوقتي دي، ان الوحيده اللي فيها علم باسمها ايجيبتولوجي هي مصر، عشان عندها اثار وحاجات كتير قوي. هل البروجكت اللي انت عامله السنه دي بقى على اي دوله، وايه الاثار اللي انت بقى؟ البروجكت اللي انا بعمل عنه هو كان موجود في العراق. ايه بقى؟ هو كان اسمه The Tower of Babel. الناس كانوا صنعوه عشان كان ايه، عشان هم كانوا عايزين يشوفوا لو يقدروا يوصلوا فوق خالص في السماء بقى. بس بعد شوية هما ما لحقوش يخلصوه. وهما راحوا بقى يعني مرة واحدة لقوا بعد كام يوم كده اللغة بتاعتهم اتغيرت، فما عرفوش يتعاملوا مع بعض. فهم سابوا Tower of Babel. فبعد مرور السنين اتدمرت. وبعدين معرفوش يعني. برضو في دول لسه يعني بيحاولوا يعني بيركبوها تاني كأنها عشان ايه، يعني عشان تبقى لسه شكلها معروفة ومشهورة. المسابقات دي كل سنه بيبقى لها موضوع مختلف، بس انت في نفس الموضوع يعني بتركب روبوت برضو وبتاع، ودخلت 5 سنين دخلت مسابقات مختلفه وكده. ايه الحاجه اللي اتغيرت في شخصيتك انت، وايه اللي اثر؟ الحاجات دي بتفرق معاك ايه؟ التيم وورك برضو. تيم وورك. ايه اللي اختلف في شخصيتك من المسابقات والحاجات اللي انت درستها؟ مش بحب اتكلم مع ناس وبتكسف، بس بعد شويه مش بتعامل مع ناس. بعد شويه اتعلمت اعمل تيم وورك مع ناس واشتغل معاهم واتكلم معاهم. هل في دراستك كمان حاسس ان انت الحاجات دي فادتك في الدراسه؟ ايه بقى؟ فادتني السنه دي برضو عشان باخد عن الدراسات، وده برضو بيفيدني، بعرف معلومات اكتر. مهاب، انت حابب تطلع ايه؟ حابب اطلع عالم. عالم ايه؟ عالم فضائي. عالم فضاء. ان شاء الله ان شاء الله تطلع عالم فضاء كبير. قول يا مهاب، هل بتستخدم الذكاء الاصطناعي AI ولا بجد؟ ايه بتستخدمي في ايه بقى؟ بستخدم ChatGPT وبرضو بستخدم جيميناي. بتعمل بيهم ايه؟ لما مثلا مش عارف حاجه مثلا او عايز اعمل برزنتيشن، بساعده عشان يعمل لي البرزنتيشن او يساعدني في اي حاجه. مهاب، انت شايف دلوقتي، انت عندك 10 سنين، لما يبقى عندك 20 سنه شايف ال AI ده ممكن يكون يعمل ايه في حياتنا؟ هو دلوقتي بيغلط كتير، بس لما نكبر عندي مثلا 20 سنة ان شاء الله هيبقى مش بيغلط غلطة، ممكن يبقى مثلا احسن مننا.
دلوقتي انت بتعتمد عليه بنسبة كبيرة، يعني ممكن يكون بيغلط وممكن يكون ما بيغلطش. فلما بيغلط انت بتبقى عارف ان هو غلطان بتعمل ايه وقتها؟ بروح مثلا لو هو غلط وانا عارف، بس هو مش عارف يعني اقول له ده غلط مثلا وكده، اروح لماما او بابا عشان افهم، او اروح عند مدرس. مهاب، عايزك تقول حاجة لزمايلك بقى في المدرسة في النادي لكل الشباب الجميل اللي قدك ده، اللي هو لسه ما ابتداش تكنولوجي لغاية دلوقتي، تقول لهم ايه؟ اقول لهم يبداوا التكنولوجي عشان لما نكبر ايه يعرفوا يستخدموها، يعرفوا يستخدموا التكنولوجي بطريقه اسهل، ويبقوا فاهمين التكنولوجي ده بيشتغل ازاي. وده هيفرق معانا في اي حاجة احنا هنشتغلها بعد كده في المستقبل. اه اي وظيفة بعد كده المفروض ان احنا هنستخدم فيها التكنولوجي فعلا. اكيد. مهاب، انا استمتعت جدا بالكلام معاك، ان شاء الله تبقى عالم فضاء كبير جدا، وبشكرك على الحلقة الحلوة دي. شكرا يا مهاب.